السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم عندنا دبس التمر اولا عسل التمر الصحي بامتياز. نشوفوا الطريقة. هنا عندي 2 كيلو ديال التمر اللي كيكون معسل، كنتكي عليه بحال هذا الشكل هذا باش كتعرفوه بلي ان معسل، ما كيكونش داك الناشف، لان كل ما كان معسل مزيان كل ما كيخرج لنا العسل مزيان. هنا عملت 2 كيلو، انا شريتهم في الكاخه ديالهم، ولكن واخا شريهم في الكاخه ماشي شاريهم في سوخين. كنغسلوه، ضروري نغسلوه يا في الكاخه يا بلا كاخه نغسلوه، لانه هو ما كيتغسلش ملي كيجيني واه كيعملوا في الكاخات، يعني ضروري خصنا نغسلوه. انا غادي نغسلو، عاد غادي ندوزو المرحله ديال التنقي، نقيوه كيف ما كتشوفوا. كنغسلوه 2 3 د المرات حتى كنعرفوا بلي ان ديك الغبره ديالو بلي انا ما بقاتش ديك الساعه، صافي كنكتفيو بوحده ولا 2 ولا 3 على حسب التمر ديالكم واش نقي ولا لا. هنا من بعد ما غسلته كنجوز باش نزولوا له داك العظم اللي عنده داخل. انا العظومه ما غنسيبهمش حتى هما، كنستعملهم. انا عمري ما كنسيب العظومه ديال التمر، لان كنستعملهم في الوصفات التجميليه. صافي هنا كنحاول نزرب الكاميرا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي هنا من بعد ما ساليت الكميه، هانتوما كتشوفوا ساليت الكميه اللي كانت معايا كلها. 2 كيلو ديال التمر، ممكن تعملوا غير كيلو الا بغيتو. ها هي فين هي منقيه، ما فيها حتى شي عظم. انا كيعجبني نخدم بهذه الطريقه هذه، كنزولوا العظم عاد كنعملوا هنا العظومه ديالو. على ما انا كنعمل العسل ديال التمر اولا دبس التمر، عادي نعمل العظومه في الفران يتحمروا. هنا كنضيف 2 لتر ديال الماء، يعني 2 كيلو ديال التمر غنضيف عليهم 2 كيلو ديال الماء، 2 لتر ديال الماء عفوا. ولكن هذا ما كيبغيش يقول عملوا 2 لتر، لا، على حسب نتوما التمر ديالكم، يعني غطيوه بالماء بحال هذا الشكل هذا. يقدر يديكم قل، يقدر يديكم اكثر، اما انا عملت له 2 لتر ديال الماء، هو جاني هو هذاك. صافي هنايا من بعد ما الغليه بقات كطلع شي شويه، كنزولوا له ديال الكشكوشه البيضاء، ما نخليوهاش، ما كتعطي حتى شي مذاق، ولكن من الاحسن نزولوها باش كيجينا التمر ديالنا نقي. هنا ان شاء الله الغاليه بدات كطلع عليها، كتبدا تخرج الكشكوشه. اما ملي غادي تطلع الغاليه او اللي بدا الطياب الاولاني، راه ما تبقاش الكشكوشه تطلع. انا غادي نعملو في الطنجره الساعه، ممكن تعملوه في الطنجره العاديه. انا نعملو في الطنجره الساعه باش كيسرع لي الطياب ديالو، باش ما كيتعطليش. اما الا بغيتو تعملوه في الطنجره عاديه ممكن. صافي نتوما كتلاحظوا هنايا بالغاليه بدات كطلع، وحتى الكشكوشه بدات كتقلل. صافي وكنستمر. شفتوا صافي تقريبا مبقاتش كتبان الكشكوشه. صافي هنا كنخلطو مزيان باش كنتاكد بلي ان الماء هو هذاك، يعني ما خصني نزيد ما والو. هانتوما كتشوفوا ما عنديش الماء بزاف وما عنديش داك الماء بزاف قليل. هنايا غير غطيته وصافي، غير كتتاكد بالماء وصافي. يعني عاد غادي نشد عليه الطنجره ونخليه واحد ربع ساعه او ثلث ساعه، يعني 20 دقيقه ولا 15 دقيقه. انا باقا ما سديتش عليه، ان شاء الله بدات كطلع الغاليه الاولى. صافي هنا غادي نغطيه. هنا شديت عليه البوطه، نقصت له العافيه، غادي نخليه واحد 20 دقيقه. هانتوما كتشوفوا معايا هنا جلست عليه 20 دقيقه على العافيه اللي هي ناقصه، ورجع معايا بهذه الطريقه. نتوما كتشوفوا الكولور ديالو كيفاش تبدل، باقي الكولور عادي يتغير. هنايا جبت طحنه، يمكن لا كان عندكم الغراف عملوا الغراف، لا كانت عندكم الطحنه فحال ديالي عمليه من الاحسن، يعني ما كتوسخوش القشور. انا غادي نختار نطحنو. كاين اللي ما كيطحنوش، كيبدا يعصر، هو كيكون باقي صحي شي شويه. انا من الاحسن طحنوه باش كتقدروا تستافدوا من ديك السوائل اللي كتكون فيه، اولا داك العسل اللي كيكون في وسط التمر كله، يعني كتصفيو داك القشره ديال التمر، ما كيبقاش فيها الفوائد ديالها. هنا عملت واحد الكسكاس، عملت تحت منه واحد البول ديال الدجاج من تحت والكسكاس، وجبت هنا واحد الدره اللي كتكون فحال هذا الشكل هذا، باش غادي نجوزو نصفيو دبس التمر اولا عسل التمر اللي كيكون اللي هو صحي بزاف، كيهضروا عليه وكينصحوا به بزاف ديال الاطباء. المهم انا غنخلي لكم النصائح ديالو، غنخلي لكم الفوائد ديالو في التعليقات. من تدخلوا غادي تجبروه في التعليقات، دخلوا قراو عليه وشوفوه مزيان باش تعرفوا بايش الفوائد اللي فيه وتوجدوه نتوما وليداتكم. كنعصروه هنا كان سخون بزاف، ممكن يعني تخليوه يبات، تعملوه في العشيه وتخليوه تنزلوا عليه الثقل وتخليوه يبات حتى كان في الصباح كتجبروه قطر. ولكن انا باش ما نقدرش نصور، نبقى نصور نهار كله ونخليه يبات ونكمل غدا، خصني كنحاول نخرج داك عسل التمر
باش ما نقدرش نصور يومين في واحد الوصفه. اما بالنسبه لكم نتوما اللي ما كتصوروا ما حتى شي حاجه كتعملوا في الدار، عملوا هاد الطريقه هذه وخليوه يبات في الصباح كتجبروه مقطر. هنا باقي سخون، بدا كيبرد شي شويه، ولكن نتوما كتشوفوا باقي الربوط طالع منه. نتوما كتشوفوا كنحاول نشبر غير من فوق حيت من تحت باقي سخون، وكنستمروا حتى ما كيبقى يخرج والو، حتى كيبقى لنا غير دوك اللب ديال التمر. ولكن اللب ديال التمر ما غنسيبوهش، لاننا ما غنسيبوهش. انا اللب ديال التمر كنوجد به حاجات اخرين، اما كنعمل بهم الحلوى يعني بحال الحلوى ديال التمر، اولا كنعمل به كيكس بحال الكايطات اولا البسكوي، كنعمل به بسكوي، اولا كتعمل به العصير، اولا كتعمل به اللي بغيتي الكيك اللي بغيتي. المهم ما كيتسيب حتى شي حاجه منها، ما كنسيب لا عظومه لا اللب ديال التمر لا حتى شي حاجه، كنستافدوا منه كامل باللب بالعسل ديالو بالعظومه ديالو، كل شيء مفيد ما كنسيبو حتى شي حاجه. يعني هاد الكميه هادي كتزيدوا لها البيض، كتزيدوا لها الخميره الحلوى الفانيليا وداك الشيء، وكتعملوه كايطات اولا البسكوي كتدخلوه من الفران كيجي رائع، اولا كتقسموه على 2 اولا 3 المرات وكتعملوا به الكيك اللي بغيتو. المهم نتوما كتشوفوا انا اللي كنعصرها كنخويها في الطنجره، كتشوفوا الكولور ديالو رجع غزال. شفتوا هاد الوصفه صحيه بزاف بزاف بزاف. الناس اللي فيهم سكر اولا الناس اللي عارفه نتوما عارفين السكر شحال فيه ديال، يعني ماشي صحي مره. ممكن في دبس الرمان عفوا ممكن في دبس التمر نستعملوه بحال السكر، نحليو به القهوه، نعملو به الحلويات ديالنا. اللي غادي نستعملو السكر نستعملو دبس التمر. صافي هنا من بعد ما عصرت التمر ديالي، هذا اللب ديالو هو هذا اللي قلت لكم ما غاديش نسيبو، غادي نخليه حتى يبرد ونخبعوه اما في النميره اما في المجمد حتى نحتاجو ونجبدو. وهذا كنوريه لكم كيفاش بقى يعني ناشف، ما بقى فيه حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا هنا ما عاملين لا كولور لا حتى شي حاجه، راه ملي كيطيب هو كيطلق الكولور ديالو الطبيعي. صافي هنايا عملت ديك السوائل اللي خرجنا من التمر ديالنا، وغادي نعملو فوق العافيه اللي هي مجهده ماشي منقصه. طيبت هاد العسل ديال التمر على عافيه اللي هي مجهده ماشي حانيه باش يوجد لكم ويتعطى لكم شي. صافي كنبقاو نطيبوه. انا هنايا لاحظوا معايا كيفاش المغرفه اللي كنحرك بها يعني كيبقى اللون ديالها ما موسخاش، يعني كتبقى نقيه. هنا لاحظوا في المغرفه كيفاش عامله، يعني بدا ديك الدبس التمر ديالنا بدا كيتقل، بدا كيتقل وبدا كيشبرنا الكولور في الكوتشاره. يعني انا غنبقى نوريكم بهذه الطريقه هذه حتى تشوفوا بلي ان الكوتشاره بقى كيلصق فيها بزاف، يعني باش كتعرفوه طاب معنا. ولكن انا نعمل معكم واحد التجربه باش تعرفوه بلي ان العسل ديال التمر ديالنا وجد. هانتوما هنايا راه وجد معنا، انا كنفض الكوتشاره وكيبقى لاصق فيها. هنا واخا كيبقى طالع وكيبقى عامل رغوه راه ما تخافوش غادي يتفيض ولا شي حاجه، راه ما كيفيض ما والو. هنايا راه وجد معنا. لاحظوا المغرفه باش كنحرك ملي كنجوزو الصباع ديالنا في الوسط بحال هذا الشكل هذا وما كيتلاقاش ديك الشرطه ما كتلاقاش مع بعضيتها كيبغي يقول راه وجد معنا. صافي هنا من بعد ما دفا شويه غادي نجوز نبدلو من الطنجره باش ما يبقاش لاصق لي وباش يبرد لي دغيا، ما يبقاش شابر لي السخونيه بزاف. كنعملو هنايا في هذا الغراف وعد باش نعرف دوك 2 كيلو ديال التمر شحال خرجت لي ديال العسل التمر. هنا خرجت لي 800 ملي، يعني يترو قل 200 غرام، يعني 800 غرام ديال العسل ديال التمر. ها هو انا كنوري لكم، شفتوا تقريبا كيلو، ماشي كيلو ناقص 200 غرام، يعني كميه لا باس بها. الكولور ديالو روعه، غزال، فن كيشهي، يعني حتى اضافه ما زدنا فيه غير بالتمر. خرجنا دبس التمر بحال اللي كيقولوا اخواننا ديال الخليج اولا ديال الدول العربيه اخرين، ولكن حنا في المغرب كنقولوا له عسل التمر اللي هو رائع. ممكن ناكلو به المسمن، ممكن نعملوه في الخبز، ممكن نحليو به القهوه ديالنا الناس اللي ما كتبغيش تستعمل السكر، ممكن نستعملوه بحال العسل. العسل اللي كنستعملو العسل كنستعملو هذا غير شنو الفرق، هذا كيكون صحي بالامتياز. كهنا من بعد ما برد معايا غادي نعملو في واحد الرضومه اولا قرعه بحال اللي كتكون عندي معقمه ومنشفه، وغادي نخليوه نستعملوه. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم عملوا له اللايك والبارطاج مع الاهل والاحباب، وكنقول لكم شكرا. هنا هاد
عظومه ديال التمر حمرتهم، عملتهم في هذه الكاسه ولا في هذه القريعه هادو. كنعمل بهم الوصفه ديال التجميل، يعني اما الوجه اولا الشعر. الا بغيتو نشاركها معكم خليوها لي في التعليقات. هنا السمك ديالو اولا القوام ديالو مي برد معانا كيفاش رجع، يعني هنا برد، هذا هو السمك ديالو. كنتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، كنقول لكم شكرا بزاف، بسلام عليكم، خليتكم على خير.